جوان سعيد، عضو بالهلال الأحمر الكردي ومنسق الطبي للمشروع. هذا المركز الطبي هو عبارة عن مشروع لتقديم الخدمات الرعاية الصحية الأولية في منطقة الحسكة في الحجر في منتصف الشعب. المشروع بالتعاون بين الهلال الأحمر الكردي وهيئة الصحة، ولاستقبال جميع الحالات المرضية من جميع السكان المقيمين في الحسكة، بما يتضمن النازحين من منطقة رأس العين في مخيم وشوكان. المركز الطبي يحوي على الأقسام التالية: العيادة الداخلية، والعيادة الأطفال، والعيادة النسائية. طبعا الاستشارات تبدأ من الساعة 9 صباحا إلى 4 عصرا، والقسم الإسعاف يكون متواجد على مدار 24 ساعة، حيث يقدم الخدمات الرعاية الصحية الأولية والإسعافات الأولية، بما فيها الجهاز تخطيط القلب الكهربائي وجميع المعدات الطبية الأخرى اللازمة لعمل المركز. يتضمن المشروع أيضا عربتين إسعاف لنقل الحالات الإسعافية من المركز الطبي إلى المشافي في الحسكة وإلى خارجها. طبعا افتتاح المستوصف كان بوقت طارئ في انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك هناك الخطوات وتعليمات نتبعها للوقاية ولضبط الوباء. هناك خيمة عزل موجودة في المركز الطبي، حيث هناك في حال ظهرت أي حالات مشابهة أو مشتبهة بها نقوم بعزلها إلى حين وصول الفريق الطبي المختص.